بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها اول ما تنزل على القناة. يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو الاول وبعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. الفيديو صادم جدا. متصلة بتقول ان اختها شمال وسيئة السمعة
وطلبت النوم مع زوجها، وعايزة تنام مع أسف مع زوجها، وطبعا وقتي في علاقة شرعية بين زوجها وبين أختها، وحياتها دلوقتي مدمرة وخربانة. طبعا لكم التعليق. مش هعلق على الفيديو كتير، بس دي من المصايب اللي احنا بنشوفها، دي قلة الوازع الديني والأخلاقي. يعني احنا محتاجين وقفة مع نفسنا ونعرف الحلال والحرام كويس جدا جدا جدا. ياريت تدعموا القناة، ياريت تدعموا محتوايا ومحتوى اي حاجة هادفة بتوصل معلومة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم روفان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. يا حضرتك يا مدام. الحمد لله بخير. سنة وحضرتك طيبة وألف خير يا رب، وحضرتك بألف خير يا رب. رمضان كريم عليكم. الله أكرم. اتفضلي. لو سمحت كنت عايزة أسأل على صلة الرحم. اتفضلي. دلوقتي حضراتكم بتقولوا صلة الرحم ما ينفعش تخاصم أخوك أو أختك أكتر من 3 أيام. طيب أنا عندي أخت كابوس في حياتي. مالها؟ كابوس في حياتي حضرتك. ليه بس يا ساتر يا رب؟ يعني حضرتك يعني كل ما ابعدها عنكم ترجع تكلم وتعمل حوارات معايا، وعينيها من جوزي تدخل بيتي تسرقني وتاخد حاجتي. دي أختك؟ أختي حضرتك، للأسف أختي. دلوقتي بتتكلموا على صلة الرحم وتقولوا حرام حد يهجر أخته وما يتكلمهاش أكتر من 3 أيام، ما ينفعش. طب أنا دلوقتي ما ينفعش نكلمها خالص، أنا ما ينفعش. طب وانتي اكتشفتي الكلام ده ازاي؟ أنا عارفاه بقالي كتير، وقلت له ما تكلمهاش، ويرجع يكلمها وهي تكلمه، ويرجع يقولي لا أنا ما بقتش بنكلمها، ولا هي ما تصرفنيش، هي معرفش ايه، مش كويس. بص حضرتك، بالرغم ان هي اختي لكن هي مش كويسة بكل ما تتخيلي، بكل ما تتخيلي هي مش كويسة. هي دي اختك الصغيرة ولا اختك؟ لا حضرتك، لا اكبر مني. اكبر منك؟ هي اكبر مني. هي متجوزة ومعاها 3 أولاد، وبس يعني بس هي اتطلقت دلوقتي، وعينيها من جوزي حضرتك، تيجي بيتنا عينيها من جوزي. أنا دلوقتي منعتها تدخل بيتي لا هي ولا عيالها، عشان هما مش كويسين. ولادها كمان بناتها مش كويسين، يعني بما تتخيلي مش كويسين. وانا مش عارفة انا نعمل ايه. انا لحد امبارح لقيته بكلمها على الواتساب ولحد الفجر، والرغم ان انا قلت له ما تكلميهاش
تاني، ما تدخلش بيتي تاني. قال لي طب انتي واجهتيها؟ انا كلمتها كتير تقولي ما بنكلموش، بس انا بنشوف الرسائل على التليفون حضرتك. طب ما قلتلهاش ليه انا شايفة رسايلك مع التليفون؟ ما هي مش عايزة اقول لفظ مش كويس، هي قادرة بكل الطرق بكل الكلام حضرتك. مش عارفة اعمل معاها ايه، مش عارفة. انا تعبانة نفسيا، تعبانة نفسيا بجد منه ومنها، هما الاتنين. وحكاية ان انا نتطلق، انا مش هينفع نتطلق، انا معايا بنتين مش هينفع نتطلق. فهي مستفادة في حالي، تيجي بيتي تسرقني، تسرق فلوس، تسرق هدوم. والدك ووالدتك موجودين؟ طيب بابايا مقطعها لتصرفاتها، ومامتي مقطعها لتصرفاتها مش كويسة. بقولك حضرتك مش كويسة، هما مقطعينها، وبابايا غضبان عليها. بس هي عايشة حياتها. ما انا ما بدخلهاش بيتي، انا منعتها هي وعينها تدخل ما بيتي. تدخلهاش. لا خالص. ما بدخلهاش حضرتك، ولكن على طول معاها تليفون، على طول على التليفون. بروح لها بجيب لها حاجات. انا كنت الاول بقول معلش هما يعني هي مطلقة، ولكن اقول ايه عيالها كأنهم ايتام معهمش فلوس، حالهم على قدهم. ولكن اكتشفت في الاخر خالص ان هي لا، هي معاها فلوس وبتشتغل ومعاها حساب في البنك، بس دايما بتدعي ان هي ما معاهاش فلوس. كنت انا اللي كنت بنقوله وديتها اخوات رجالة؟ انا عندي واحد بس كان مش موجود، يعني كان مش موجود، مالوش دعوة بحاجة. ما خالص خالص حضرتك. انا مش عارفة نعمل ايه، يعني حتى جوزي انا بنيجي نواجهه يقول لا انا ما بنكلمهاش، لا انا اصلا ما يشرفنيش معرفش ايه. طب مش انتي بتشوفي الرسايل؟ ما تقوليله ان انتي بتشوفي الرسايل. شفت حضرتك، وانا لما بنواجهه بحاجة زي كده مثلا بيقاوح اولا، ثانيا بيقلب عليا قلبه ما في بعدها قلب، بيبهدلني بيفضل يتلكك على الهوا اللي بيتنفسه حضرتك. وانا تعبانة نفسيا مش عارفة اعمل ايه. طيب حاضر، تابعيني حضرتك. اهو اصعب من اللي قبلها. ده يا رب صبرنا فعلا، يا رب صبرنا على شياطين الإنس. يعني لما القريب يكون مصدر التعب النفسي لأقرب الناس إليه، والايه الاخت فين ولا الأخلاق بقى؟ فين الأخلاق؟ مش عارف.
لما اختها هي مصدر القلق اللي بيحصل لها في حياتها، واختها الكبيرة. يعني المفروض انها لما تتعب كبير. تجري عليها. بس واضح ان ايه يعني لدغتها صعبة، يعني تعبان. احنا كده احنا احنا مش كنا مسجلين؟ كان احسن التسجيل احسن من الهوا والتعب اللي احنا شايفينه ده بصراحة. فعلا ايه ده يا الناس؟ ايه اللي حصل للناس؟ والله ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من الموبقات السبع الموبقة اللي هي تدخل صاحبها جهنم، قال وأن يزني الرجل بحليلة جاره. الله، طب ما هو الزنا كله حرام وفاحشة ومصيبة كبيرة وبيدخل جهنم إلا أن يتوب العبد. بس الجار ليه مكانة، ذكر نص على الجار. طب ما بالك الأخت بقى؟ اكتر. ما بالك الأخت اللي عمالة تفسد في حياة بيت أختها، والتاني هي كده. هي اختها ما تجوزلوش، محرم عليه، مش كده؟ هو تحريم مؤقت. يعني طول ما هي اختها على ذمته. بالظبط، تحريم انت. ولكن شوف وزوجها التاني بيتابع، بيعينها على هذا. وطبعا صاحبتنا ديت هتتعب نفسيا. يعني مش عارفة تعمل ايه، يعني هيسببوا في جنانها. وأب مقاطع بنته والأم مقاطعة، فمفيش حد يقف لها. ايه ده يا جماعة؟ يا فين الصلاة والصيام والعبادة بتاعت الناس؟ هو رمضان ده عشان ايه؟ سبحان الله، احنا مفيش حتى الصيام والصلاة ما بيأثرش فينا، حتى وجود ربنا. طب بلاش تصلي، اختك دي ما بتعرفش ان في رب بيحاسب والناس هتقف قدامه. الناس مش عارفة كده. هي الناس ملهية. لا يعني استعيني بالله ان ربنا يكفيكي شر اختك.